السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان. رغم الألم يحيى الأمل. كل ما بقلب على السوشيال ميديا بلاقي ناس من أمثال محمد ناصر ومعتز مطر والمعارضين اللي هربانين الهاربين بره مصر دولت بيهاجموا في مصر وبيشمتوا في مصر وبيشتموا في مصر ليل نهار، وبيستغلوا أي حاجة علشان يعملوا عليها محتوى ويعملوا عليها موضوع، وبكده بيكونوا بينفذوا أجندتهم الخارجية. بالنسبة للفيضان بتاع النيل اللي هم قاعدين بيصوروا للناس إن مصر غرقت وإن القيادة في ورطة وإن الدنيا بايظة، واللي بيسمع كلامهم من بره مصر ولا حتى من الداخل دماغه بتتشتت، ويعني من كتر الكلام من اللي فيه عداء واضح لمصر ده اللي هم عايزينه، لان ده بيخدم الاجندة اللي هم شغالين عليها. بالنسبة للفيضان اللي حاصل في نهر النيل، انا عاوز اقول رسالة للناس اللي بتشكك من بره مصر وبتحاول تلخبط الامور في بعضها. عايز اوضح لهم نقطة مهمة جدا. مصر فيها السد العالي، وبالتالي عمرها ما هتغرق، وفيها بحيرة ناصر، ومصر عمرها ما هتتضر بأي سوء وعمرها ما هتغرق زي ما هم بيصوروا للناس البسيطة، وبيتكلموا بالطريقة اللي هم بيتكلموا بيها دي. إذا كان في عندنا ناس في مصر بتتابع دايما من أسوان لإسكندرية حجم الزيادة في المية والنقصان، وعندنا الدكتور مصطفى مقبولي رئيس الوزراء طلع بنفسه وقال ان في منسوب المية بيزيد في النيل، وفي وقت معين هيحصل فيه فيضان. مش فيضان على المستوى العام ان مصر هتغرق زي ما الناس اللي دايما بتكره في مصر وبتشكك في قيادات مصر. الموضوع وما فيه ان المية اللي بتزيد وبتخش البيوت زي ما بيصوروا، ولا بتغرق البيوت، دي نتيجة ان السيل بتاع النيل بياخد مجراه الطبيعي. مجراه الطبيعي اللي هو طرح النيل، أراضي طرح النيل عشان نبقى واقعيين ما ينفعش يتبنى عليها. طيب الناس بنت عليها بالعشوائية واتبنى عليها بيوت، وهي ما ينفعش، وكلنا متفقين ان ما الارض ديت ما يتبناش عليها، فالناس بنت. فالنتيجة ان لما النيل ياخد مجراه الطبيعي لازم هيغرق اللي اتبنى عليه. فانا عاوز اوجه رسالة للناس اللي هي اللي بره، اللي دايما بتشكك في مصر وبتكره مصر، واللي كانوا هنا في اعتصام رابعة كانوا بيقولوا هنحرقوا مصر وطز في مصر. واللي في مصر النهاردة كل ما بيلاقوا حاجة بيطلعوا يشتموا في مصر، وهو ده وضعهم الطبيعي. وان مصر مش يعني مصر مش سايبة كل حاجة للصدفة، لا بالعكس، ده هي متابعة المنسوب المية وناس سهرانة ما بتنامش على مدار ال 24 ساعة، وشايفين منسوب المياه، مش هيسيبوا حاجة تضر المصريين أبدا.
ودايما عاملين حسابهم. لكن احنا علينا الجبهة الداخلية في مصر ما نجرش ورا الكلام اللي بيتقال من شوية الخونة المشككين في قدرات مصر، اللي هم دايما بيتمنوا لمصر ان هي تغرق. وكان معكم أحمد العشري من قناة جسر الأمل، ودي صوت صغير، ونتمنى انكم تدعمونا بلايك او شير عشان صوتنا الصغير ده يوصل لكل احبابنا داخل مصر وخارج مصر، وتعيش مصر بشعبها المستقر المترابط. وتحيا جيش مصر، وتحيا جمهورية مصر العربية، وحفظ الله مصر من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.